السلام عليكم متتبعين وصفات لطيفه، مرحبا بكم. اليوم معايا فيديو جديد ان شاء الله. غندير معكم شويه ديال القريشلات مالحين. بقاو معنا مع المقادير. بسم الله. غنمشي للمقادير. عندي هنايا 2 كيسان ديال الياغورت مسوسين، 2 معالق ديال الموطارد، 500 غرام ديال الزبده، معلقه ديال السكر، واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوه، غير نص معلقه، واحد 8 ديال الفرماجات مثلثين، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه والثومه، وعندي 2 كيسان ديال الزيت عنبه مع مريش، وعندي شويه ديال العسل، واحد المعلقه ديال العسل، وشويه ديال الخل والحليب والفورس فرينه ولا الفورس. غادي نخلطوا المكونات كلهم. غادي نخلطوا هاد المكونات، الزبده مع الفرماج مع الموطارد مع الياغورت. غنزيد الزيت، وغندير معلقه ديال العسل، وواحد شويه ديال الخل، واحد معلقه ديال الخل باش تعطينا الهشاشه مزيان. صغيره برك. وهنايا كاين كيلو ديال الفورس، وغنزيدو واحد اخر لان باقي خاصنا الطحين. 2 كيسان ديال الحليب، وغندير 2 كيسان ديال الحليب. وغنزيد كاس اخر ديال الحليب، واحد درتوها واحد هو باقي. نزيد واحد شويه ديال الفورس على الكيلو اللي درنا، وصافي غادي نخلط ونشوف. العجينه هي هذيك. من بعد ما دخلت ليها 2 كيلو ديال الطحين كتجي على هذا الشكل، وصافي دابا غنشكلوها. قسمنا العجينه على 4. درت وحده فيها الزيتون، واحد شويه ديال الزعتر، الزيتون الكحل مطحون، وحده فيها الزيتون الخضر مطحون حتى هو مع الحار، وحده فيها شويه التحميره ولا الفلفله ولا الفلفله حمراء مع السودانيه. وهذه غادي ندير فيها الزعتر، غنزيد فيها بافو حتى الاخر. درنا العجينه في البابي كويسو، غادي نطلقوها. الحاره حتى هي غادي نقطعوها على شكل دوائر، غادي نديروها في اللاطه وتمشي حتى هي للفران. من بعد ما طيبنا القريشلات ديالنا هما هادو كيجيو على هذا الشكل. هادو ديال الزيتون، هادو ديال الفرماج الحار، هادو ديال الزعتر، هادو ديال الزيتون الخضر، وهادو مخلوطين. هاد البلاطه تخلطات، والقريشلات ديالنا كيجيو على هذا الشكل. كنتمنى يعجب. واش لكم مبروك ان شاء الله. بسلامه عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله.